يلا جاوبي. جاوب ما عندي مشكلة. وائل شرف. وائل شرف ليه؟ صبر. ما بدي اقول تفاصيل ولا بدي ارجع لها لأنا ماضي، بس هو ما يعني انا كنت كتير منيحة معه، هو ما عنده وفا معي مو مع كل بشرية بس معي، يعني الشخص معي انا ما كان يعني عنده وفا، بس في شيء حابة بفضل انه وابعد عن الشركة يا عمري وغني له ودان واولو ودان خلص حاجة. وداع لا مو معقولين، بس بدكم مين؟ مثل ما سمعتوا شباب، مثل ما سمعتوا. ليش حكيت هيك؟ رح نعرف ليش حكيت هيك. طيب، القصة صار لها بس 14 سنة، تحديدا برمضان 2010. أنا هي الإنسانة ما بعرفها قبل هذا التاريخ، يعني لا هي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية ولا في معرفة شخصية مسبقة ولا شيء. تمام؟ أنا أول مرة بلتقي فيها وآخر مرة طبعا كانت بمسلسل اسمه بعد السقوط. اللي صار إنه صفاء ومنتج العمل كانوا مخطوبين، مع إنه منتج العمل كان متزوج وعنده أولاد بطولها. المنتج أنا بعرفه شخصيا وملتقيين بمهرجان بالبحرين، فطلبني مع المخرج لواحد من أدوار البطولة مع بعض النجوم. يعني هلا أنا ما بدي سمي حدا بالاسم مشان ما يرتبط اسمهم بهذا الموضوع أو بهيك موضوع، بس طبعا اللي بيحب يرجع للعمل بيقدر يعرف. المهم، لما كنا عم نجتمع للتحضير أو أثناء التصوير نكون قاعدين فيصير في بيناتهم مشاكل، فالمنتج أوقات يدخلني بحكم صداقتي معه، وأنا داخل بيته وبعرف عيلته المحترمة وأولاده. حقيقة أنا ما بحب أدخل بهي الأمور، ولأول مرة رح أحكي بهذا الموضوع إنه زوجة هذا المنتج اتصلت فيني وطلبت مني إني أتدخل بقصة زوجها وصفاء، لأنه الظاهر واصلها خط. تمام. هلأ بدون ما أدخل كتير بالتفاصيل، المشكلة صارت لما خلصنا تصوير العمل، وطبعا العمل كان كتير صعب وشاق. معظم التصوير كنا عم نصوره تحت الأنقاض بالصيف، ورمضان دخل ونحن كنا لساتنا بالتصوير. بعد كل هالتعب والجهد بتصير مشكلة بين المنتج وصفاء، فبتقوم صفاء بتضب العمل بالدرج وبتقول للمنتج إن ما رح تسلموا الأشرطة وما في عمل، لأنه كان حاططها مديرة للشركة بحكم إنها خطيبته. بيتصل فيني المنتج من خارج سوريا، طبعا أنا نسيت لكم إنه المنتج مانو سوري، فبيتصل فيني وبيطلب مني ساعده ياخذ الأشرطة ليبيع العمل ويبعث لي تفويض حقيقة رسمي عن طريق محامي. فأنا اتصلت بصفاء وطلبت منها إنه تعطيه الأشرطة وتسلموا الأشرطة. قالت لي أنت شو دخلك؟ قلت له أنا عندي تفويض. طبعا مثل ما توقعت رفضت تسليم الأشرطة. فلما هيك صار طلب مني المنتج إنه المحامي تبعي يرفع له دعوة بموجب التفويض، فاضطرينا إنه نلجأ للقضاء ورفعنا عليها دعوة قضائية عند المحامي العام الأول. طبعا هو أقال من إدارة الشركة وراحت الشرطة لعنده على البيت، فهربت من البيت. وبعد قصص تواصلت مع فنان كبير ما بدنا نذكر اسمه ليساعدها تحل الموضوع. سلمت بعد الأشرطة، بس طبعا ما وقفت هون، استغلت صفتها انها كانت مديرة للشركة وصارت تبعت ايميلات للقنوات الفضائية تقول لهم انه المنتج ما اتم الدفعات المالية للفنيين، فتوقف العمل وما انباع الا للقناة الفضائية السورية ومحطة ثانية. هي كل القصة. فلما بتطلع حضرتها بالاعلام بعد 14 سنة وبتقول انه انا ما عندي وفا، شو هو الفضل اللي عملتي لي اياه؟ ما عرفت. الحمد لله انك مالك صاحبة فضل، والحمد لله انه لا رزقتي ولا رزقت اي بني ادم من امثالك. الحمد لله انه الرزق على رب العالمين، ولو كان الرزق على امثالك كانت فنيت البشرية. وان شاء الله شركة الانتاج تبعك
يلي ما بدك اسمها يرتبط باسمي ما تكوني عامل فيها بنفس الطريقة. ولو اني اشك، لانه على حسب علمي من الناس اللي بيعرفوكي عن قرب، لا لك ورتانتي لك شي ورثة من البابا والماما، ولا اجرك الفني هذا الاجر اللي بيخولك تفتحي شركة انتاج تعملي فيها عمل بكلف ملايين الدولارات. بس انا ما راح احكي اكثر من هيك حاليا، والحقيقة انا ما كنت بدي رد والله، مع انها هي ما شاء الله عليها وصارت القصة من 14 سنة، صارت تحمل القصة من واحد لواحد بالوسط الفني، تقول له وائل شرف عمل، وائل شرف جاب لي الشرطة، وائل شرف مدري شو. وحتى يمكن نزلت انه في مشكلة بيني وبينها بمجلة او تنتين، طبعا بدون تفاصيل لانه شو بدها تقول. وحتى لما سألها مقدم البرامج ليش ما بدها اسمي يرتبط بالشركة تبعها، ما قالت شيء، انتبهتوا؟ وانا حقيقة بهذاك الوقت ما رديت وما بحب رد وانزل لهذا المستوى. بس لما هلا وبعد 14 سنة القصة تطلع للعالم، تطلع بلقاء تلفزيوني وبتحاول تشوه سمعتي، اللي حوالي قالوا لي لازم تطلع ترد وتحط النقاط على الحروف لحتى ما حدا يفهم انه في شيء غلط انا عملته لا سمح الله. هلا بجوز واحد من اللي قاعدين عم يسمعوا يقول شو بدي بهي القصة. انا بقول لك بدك، وانا بدي اوضح للناس انه ما يفهموا غلط، بس انت فيك تاخذ عبرة من هي القصة. الانسان لازم ينتبه من التكبر، لانه التكبر هو اللي خرج الشيطان من الجنة، طرده من رحمة رب العالمين. الانسان اذا انعم عليه رب العالمين اعرض ونأى بجانبه، واذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعلم على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. لو أنه واحد أو وحدة من أصحاب الشركات شركات الإنتاج قالوا نفس الكلام عن صفاء، أنه ما بدنا نجيب صفاء سلطان وما بدنا اسمها يرتبط باسمنا، شو كنتي بتحسي؟ شو كان رح يكون موقفك؟ بس الواحد يحط حاله محل الغير وينتبه على كل شيء عم يعمله، ويتذكر دائما أنه في آخرة. فيا صفاء ديري بالك من شوفة الحال، وإذا ما بتعرفي شو صار بالجار اللي قال لجاره أنا أكثر منك مالا وولدا، أنا بدعوكي لتروحي تسألي عن هاي القصة وتعرفي شو صار فيه. بس أنا ما بدي أحكي أكثر من هيك لهلا، وسكرنا الموضوع.